حصل يا بنتي؟ انا ما بحبش اللي يفتح معاه موضوع يقفله. ما تصبر، رحت اجيب حاجه ناكلوه. ناكلوه؟ ايوه عشان الكلام يحلاو. بعدين يا اخويا ارغي يا اختي. دخلت لقيته بيكلمها. وبعدين يا اخويا دخلت لقيته بيحددها. وبعدين عمال يقول لها انا والحديد انتن. وهو يا عيني يا ابني لسه لا جاب شقته ها ولا جاب شبكته ولا ليه شغله يوكلها منها لسه عيل يا حبيبي يا ابني. وده تقولي لها ودي عماله تقول له ايه شهر العسل هنقضيه في تركيا وشهر معرفش هنقضيه فين وانا باكل البانيه بانيه وباكل البيتزا الرول. ما بحبش الا بالليل اكل ستريبس وهي بتقضي عشانهم هي وامها. بتقضي عشانهم هي وامها؟ ايه بتقضي عشانهم هي وامها؟ بس انا مش قلت لها وانا برضه اسيبها ياخد ابني ثمرة عمري. ليه؟ ايه ده؟ انت خدت منين؟ انت عشان تاكل ورايا؟ انت مش عايز تاكل مطرح سناني يعني؟ دي حرية شخصية يا ابو يوسف، ده ما فيهاش زعل. هتسيبني موضوع الولد؟ لا دي حرية شخصية وما فيهاش زعل والله. ماشي. لا انا ما اقدرش اوكلك لقمة غصب عنك يعني هو انت فكرك انا هزعل؟ هي دي حاجة تزعل؟ دي مش حاجة تزعل. هي دي حاجة تزعل؟ مش انت بتحب سلطة الفاكهة؟ ابلع ماشي حاضر. بلحت في مطرح ابلع. افتح يا بيوز. خد يا اخويا دي حرية شخصية. دي حرية شخصية ولازم احترم انك بتجرف تاكل ورا حد. ابلع يا ابو يوسف ابلع يا حبيبي ابلع. زوراء دي كلش زوراء. بالهنا والشف استنى بقى هاكل قد ما تاكل ورايا عادي وهادي بقى. على مهلك يا اخويا. زوراء تكونش زوراء